ينطلق اليوم في سكاكا أول مزاد للفروسية بميدان الفروسية في الجوف، يشارك فيه عدد من الملاك لعرض الجياد العربية الأصيلة والإنتاج. ينظم ميدان الفروسية هذا المزاد لأول مرة ضمن سعيه لخدمة الملاك في ميادين الجوف ومناطق شمال المملكة وتعزيز التنافسية في الجياد والاسطبلات المشاركة في منافسات الخيل. معنا مشاهدينا من موقع المزاد مراسل الإخبارية من الجوف عبد الرحمن الإبراهيم. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، انقل لنا تفاصيل هذا المزاد الذي يقام لأول مرة. بالفعل إبراهيم، هذا المزاد يقام لأول مرة في ميدان الفروسية بالجوف. أيضا نحن الآن نقف بعد نهاية الحفل العاشر لموسم ميدان الفروسية لهذا العام. الحفلات العشرة الماضية كانت تشهد إقبال كبير من الجماهير التي تتوزع على جانبي الميدان، على الرغم من تقييد إجراءات الحضور حماية للجماهير وفقا لإجراءات كورونا. نتحدث اليوم عن هذا المزاد وأبرز المشاركين فيه من مختلف المناطق المجاورة إلى منطقة الجوف مع ضيفنا مدير ميدان الفروسية بالجوف الأستاذ محمد بن مختار العلي. شكرا لتواجدك معنا. بداية، كيف طرأت عليكم فكرة تنظيم هذا المزاد؟ أهلا وسهلا فيكم. هي الفكرة تلبية رغبة ملاك الخيل بادر بها المالك غازي الشاهر فكرة إقامة مزاد للخيل، والتوقيت كان مناسب بحيث الناس جالسة تجهز قبل سباقات أو حفلات الدعم الخاص، والخيل المشاركة في منها كسبان خلال الموسم، وفي مشاركين من عدة مناطق، من منطقة تبوك، منطقة حدود الشمالية، كذلك المحافظات المنطقة دوما، طبرجل، القريات. كيف هي المنافسة بين الملاك والعارضين لهذا المزاد هذا اليوم، بداية من تسجيلهم حتى اليوم؟ تفاعلهم ممتاز للتسجيل بالجياد والحضور. الاتصالات كانت كثيرة، رغبة اقتناء بعض الخيل الكسبانة خلال الموسم. أستاذ محمد، ميدان الفروسية بالجوف هل ما زال ميدان لأشواط المنافسة في الفروسية أم هناك أنشطة اجتماعية أخرى؟ توجيه سمو أمير المنطقة رئيس مجلس الفروسية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أنه لا يقتصر دور ميدان فروسية الجوف فقط سباقات خيل. وفق توجيهها بادرنا ونسقنا مع جمعية الثقافة والفنون، أقمنا ورشة للتصوير الضوئي شارك فيها عدد من المصورين والمصورات، تقريبا 30 مصور ومصورة. ومزاد اليوم إحدى المبادرات للميدان. نتمنى لكم التوفيق دائما وابدا. إذن إبراهيم، اسمح لي أنقل لك المشهد. هذه أول الجياد المعروضة في مزاد اليوم، ونحن على بعد دقائق تقريبا من انطلاق هذا المزاد، والذي يتطلع ملاك الفروسية في منطقة الجوف بشكل عام والمناطق المجاورة له يتطلعون إلى تسويق إنتاجهم من الخيل، وأيضا في الجانب المقابل يتطلع بعض الملاك لاقتناء العديد من الجياد التي تملك سجل حافل في المنافسات في الفروسية. نعم، شكرا لك عبد الرحمن على كل هذه التفصيلات من ميدان الفروسية. عبد الرحمن الإبراهيم مراسل الإخبارية، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن.